السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة كالعادة. اليوم إن شاء الله حضرت لكم تحلية باردة كتجي رائعة كريمية بنكهة الكراميل والقهوة اللي كتعطي طعم مميز تنفعكم في السحور رمضان وحتى في الإفطار. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. صدقوني هاد التحلية غتولي إن شاء الله هي المعتمدة عندكم، حيت القوام ديالها كيجي بحال الكريمة تماما، والمذاق ديال القهوة فيها كيعطي واحد الانتعاش خاص. بسم الله على بركة الله. هنايا غادي نحتاج واحد الكمية من البسكوي. تقدروا تحتاجوا اي بسكوي كتفضلوه. كيف ما كتشوفوا غادي نفرق البسكوي على الكويسات ديالي، غادي نحاول نقطعهم قطع صغيرة على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غادا نستمر على هذه الطريقة حتى نسالي الكويسات ديالي كاملين. هنا كنهرس اي قطعه كبيره باش ما يجوش قطع كبيره بزاف. غنسالي الكويسات ديالي وندوز نصايب كريم باتيسير اللي غنحتاج ليها نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ونص ديال السكر سنيده. السكر سنيده كيبقى على حسب الذوق. هنا غادي نحتاج جوج ساشيه ديال الفلون ديال الفاني. هنا غنحتاج نشا الذره، غنحتاج منها جوج معالق كبار يكونوا بومبي. نحرك مزيان حتى يتجانسوا العناصر مع بعضهم ويذوب لينا هذاك النشا الذره مع السكر سنيده. غادي نحط على البوطه حتى توصل درجه الغليان ونرجع معاكم. هنا من بعد ما وصلت الدرجه ديال الغليان غادي نكب كريم باتيسير وهي تكون باقا طايبه كطبقه ثانيه. ردوا ليها البال فاش تكون كطيب باش ما تحرقش ليكم. الا تحرقت لكم غتعطيكم هذاك المذاق ديال الحريق. غادي نخليها تبرد وباش نصايب الطبقه الثالثه. هنا غادي نحتاج كذلك نص لتر ديال الحليب وجوج معالق كبار ديال نشا الذره. هنا راه ما تصور لي شي واحد المقطع ديال عملت جوج معالق، تصورت ليا معلقه واحده، فكنزيد ناكد ان نعملو جوج معالق وساشي ديال الفلون ديال الكراميل. هنا انا ما غاداش نحلي بسكر سنيده، غنحلي بالحليب المركز، هذاك الحليب المحلى. ممكن تحليو بسكر سنيده، لكن هذا الحليب المحلى كيجي رائع جدا، كيعطي واحد الطعم ما شاء الله. غنحرك مزيان وغادي نحطو فوق النار حتى يوصل درجه الغليان ونرجع معاكم. هنا من بعد ما وصل درجه ديال الغليان غنضيف عليه دانيت ديال الكراميل. غادي نحرك مزيان حتى يتجانس لينا دانيت مع الكريمه.
هنا غادي نضيف القهوة. هنا تقدروا تحتاجوا هذاك القهوة ديال سريع الذوبان. انا ما كانتش عندي متوفرة فاستعملت قهوة اللي عندي طبيعية. عملت معلقة كبيرة في 4 كاس ديال الماء وخليتها حتى غلات مزيان وصفيتها وضفت الكريمة ديالي. كتعطيها طعم رائع ما شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا الكريمة ديالي راها بردت. غادي نضيف الطبقة الثالثة كطبقة أخيرة. كنستعنوا بهذيك المعلقة باش ما نخسروش هذيك الطبقة ديال اللي عملناها بنكهة الفاني. كنستمر على هذه الطريقة حتى كنعمر الكويسات ديالي كاملين. هنا من بعد ما ساليت الطبقة النهائية ديال التحلية ديالي غادي نغطيها ونخليها تبرد ونرجع معاكم. هنا من بعد ما خدت وقت الكافي ديالها، راه ما عملتها لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، فقط كانت محطوطه على البوطاجي. هنا غادي ندوز باش نزينها. التزيين هنا كيبقى اختياري. انا كان عندي هنا شويه ديال الاكاجو هرمشته هو اللي غادا نزين به. تقدروا تزينوا بكاوكاو واللوز او حتى بالبسكوي ولا تخليوها غير هكاك، راها كتجي رائعه جدا. كيف ما شفتوا المقادير ديالها راها بسيطين، يعني ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه. صدقوني هذا المزيج ما بين النكهه ديال الكراميل والقهوه والفاني كيعطي طعم مميز. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. كتجي الكريمه واقفه وعاقده ما شاء الله. غير جربوها ما غاديش تندموا. وهنا كنكون وصلت الى نهايه الفيديو. كنتمنى هاد التحليه بالقهوه والكراميل تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها في بيوتكم تفرحوا بها عائلتكم. وقبل ما نودعكم بغيت نترككم مع سؤال اليوم باش كلنا نستفدوا وناخذوا الاجر مع بعضنا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن، من هما؟ جاوبوني في التعاليق لتعم الفائدة ولي ولكم الأجر إن شاء الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.